بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى قراءة أحاديث كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي حفظه الله تعالى، والليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الفصل الثاني من كتاب الإيمان باليوم الآخر، وهو فصل في صفة القيامة. الفصل الذي قبله كان يتكلم عن أشراط الساعة، أي عن علامات الساعة، وتكلمنا عنها على ما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الكتاب. وبعد ذلك انتقل إلى صفة القيامة. ذكرنا إن علامات الساعة هي الأمور المنبهة على قرب قيام الساعة، أمور تحذر الناس من قرب قيام الساعة. وذكرنا أن العلماء قسموها إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، وذكرنا أن أكثر العلامات الصغرى قد وقعت ولم يبق منها إلا القليل. وإذا جاءت العلامات الكبرى، إذا جاءت أولى العلامات الكبرى، فإنها لا تلبث أن تأتي سريعا الآيات التي بعدها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية. فهو بيتكلم عن صفة القيامة. خلاص احنا تكلمنا عن علامات الساعة، وخلاص هو كده هيأك إن في مقدمات تدل على قرب قيام الساعة. طيب إذا انتهت هذه المقدمات جاءت الساعة. لذلك هنا هيبدأ يكلمك عن صفة القيامة كيف ستحدث، لكن قبل أن يدخل في التفاصيل هيذكر بعض الأحاديث التي فيها صفة من تقوم عليهم الساعة. ذكر أولا قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. هذه الآية يخبرنا الله عز وجل فيها أن العلامات الكبرى إذا وقعت فإن الساعة تأتي بغتة. الساعة تأتي إيه؟ بغتة. خلاص طالما إحنا عايشنا العلامات الكبرى، فحدوث الساعة نفسها، قيام الساعة نفسها، فهذا الأمر يأتي بغتة كما وصفه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب في قيام الساعة على شرار الخلق. ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وذكر فيه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. هذه الأحاديث الثلاثة هي ما ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الباب. وهذه الأحاديث فيها صفة الناس التي تقوم عليهم الساعة. هو هنا على الترتيب اللي احنا ذكرناه، احنا هنبدأ من أدنى لأعلى. هو هنا بيقول في آخر حديث ذكرناه: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع العرب يعني تطلقها على العبد اللئيم، تطلقها على العبد اللئيم، واستخدمت بعد ذلك في الذم، في ذم كل من كان من شأنه الحقارة والتفاهة والسفه. هذا يقال له لكع ابن لكع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. يعني إيه الحديث ده؟ الحديث ده مهم جدا إن أنت تعرفه، لأن في الأيام اللي احنا عايشين فيها ديت، وكلما اقتربنا من حدوث الساعة كلما كادت العقول أن تطيش مما ترى يعني من أحوال وأمور يعيش فيها الناس. سبحان الله، شيء عجيب. تجد الناس الحريصة على الخير، وحريصة على التقوى، وحريصة على إرضاء الله سبحانه وتعالى، ربما وجدتهم من أقل الناس عيشا. وفي المقابل ترى أفسد الناس، وترى أفسد الناس، وترى يعني الذين يبثون الخبث بين الناس، تراهم يتمتعون بالدنيا ليل نهار، وتجد الدنيا في أيديهم بشكل عجيب. سبحان الله. بعض الناس ممكن لما يرى هذه الأمور ربما شك في الخير، ربما شك في الحق. وليه أهل الخير وأهل الحق والناس اللي أصحاب القيم والأخلاق ليه عايشين حياة مبتذلة كده؟ ليه عايشين هذه الحياة الفقيرة
يعني الإنسان منهم لا يكاد يجد ما يطعم به نفسه. فسبحان الله العظيم، الإنسان لما يتأمل هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن من علامات الساعة أن تجري الدنيا في أيدي السفهاء، في أيدي الفاسدين، أن تجري الدنيا في أيدي أصحاب الأخلاق الرذيلة والأفعال الساقطة. هؤلاء تجري الدنيا في أيديهم. وأنت لو نظرت في الواقع حاليا، من أكثر الناس تجري الدنيا في أيديهم؟ تجد من لا فائدة له في المجتمع ولا يعود نفعه على الناس بشيء، تجده من أثرى وأغنى الناس. في الوقت الذي يقدم الخير والذي يقدم ما فيه النفع للناس تجده يعيش حياة صعبة. فالإنسان لما يفكر في هذه الأحوال أحيانا يتعجب، وبعض الناس ممكن يضعف إيمانه وبعض الناس ممكن يشك. فالإنسان لما يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، لا يحزن إذا قلت الدنيا في يده، طالما هو خد بالأسباب وطالما هو سعى ويطلب رضا الله ويطلب الحلال، ثم بعد ذلك لم ينل من الدنيا الشيء الكثير. ممكن تجد بعض الناس يطلع يشتغل ساعات كثيرة من العمل، ومع ذلك سبحان الله مستواه المادي لا يزيد، رغم أنه بياخد بكل أسباب النجاح، ولكن سبحان الله لا يزيد مستواه المادي. وممكن بعض الناس تجد أنه بعد ما كان ثري ويطلب الحلال بدأت الأمور تقل معاه، في الوقت اللي الناس اللي بتتربح من حرام وتتربح من كذا الدنيا عمالة تعلى إيه؟ عمالة تعلى معاهم. فبعض الناس ممكن يفتن بمثل هذا. نقول له عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا فيه أن من علامات قيام الساعة أن تجري الدنيا في أيدي السفهاء، أن تجري الدنيا في أيدي المفسدين. يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني أكثر واحد يكون معاه فلوس، أكثر واحد يكون مستمتع، أكثر واحد يكون معاه من زينة الدنيا هم الفسدة. سبحان الله. وهذا شيء يعني شيء مشاهد، هذا واقع احنا عايشينه. تجد بعض المطربين لا سيما من الطبقة المفسدة، وكلهم على درجات مختلفة من الفساد، بس فيهم ناس أشد إفسادا. تجد سبحان الله بدون تسمية، يعني تجده بيرمي الدولارات، فاهم، يعني يرميها كده يفرش بها عتبة الباب، ينام كده ويرصها بجواره، يعني بيتمنظر بيها، يعني بيستعلي بهذه الأموال التي معه، في الوقت اللي ممكن تجد إنسان فاضل يعني حريص على الحلال والله بيستدين علشان يطعم أهل بيته، وعلى الرغم أنه بيكد ويتعب من أجل أن يطعمهم الحلال. فلما تشوف الصورتين دول تعجب، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى أعطى هذا الفاسد هذه الأموال ومنع عن هذا التقي أو هذا الرجل الصالح فيما يبدو لنا الذي يطلب الحلال منع عنه الدنيا؟ هذه من علامات قرب قيام الساعة، أن الإنسان الصالح التقي ربما قلت الدنيا في يده، والإنسان الفاسد اللئيم صاحب الأخلاق الرذيلة ربما جرت الدنيا في يده. فلما تشوف الواقع ده ما تقولش ده شكل دول هم اللي صح، دول اللي هياخدوها دنيا وآخرة. لا، ما حصلش، ده غلط. ده النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك إن من علامات الساعة أن تجري الأموال في أيدي الفاسدين. أسعد الناس بالدنيا المستمتعون بزينة الدنيا، بل بأفضل زينة في الدنيا. النهاردة كده في أماكن أنت ما تحلمش أن أنت تدخلها، وهذه الأماكن لا يدخلها إلا الفاسدون. مش هينفع تروح للمستوى ده إلا لو كنت أنت فاسد. وسبحان الله هذا يعني ميزان واضح جدا. أنت علشان تروح الأماكن دي لازم تكون فاسد. ليه؟ علشان تعرف تعيش هذه المعيشة. فسبحان الله، سبحان الذي فعلا جعل أمور أو جعل موازين يزن بها الناس الواقع الذي يعيشون فيه. فأنت لما تشوف حد الدنيا قلت في إيده على الرغم أنه يعني يطلب الحلال والتاني بيطلب الحرام والدنيا عمالة تفتح عليه، أعرف إن دي من إيه؟ دي من علامات قيام الساعة. أسعد الناس في الدنيا، كل شوية يغير عربية، كل شوية يبني بيت، كل شوية يشتري فيلا، كل شوية مش عارف يتفسح في بلد إيه. ولو بصيت في دخله ومعيشته كلها غلط أو أغلبها لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هو ده لكع ابن لكع اللئيم الفاسد صاحب الأخلاق الرذيلة. هذا هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر ولا يخدعنك الشيطان، يعني أنت ما تخدعش بيه. دي من علامات الساعة. لما تشوفها تقول هذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما لما الصحابة رضي الله عنهم رأوا الأحزاب
رأوا 10,000 مقاتل، ولما رأى المؤمنون الأحزاب خافوا، قالوا يا نهار أبيض إيه العدد ده؟ قالوا ده احنا شكلنا هنتهزموا، ربنا يسترها، ده شكلها آخر أيام في حياتنا دي. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومر معنا الكلام عن المسيح الدجال، لما الرجل لما يتسلط على رجل ليقتله، يقول للرجل المؤمن أنا ربك، يقول ما ازددت فيك إلا إيمانا، أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله. ده أنت كده بتبان لي أكتر، أنا كده أزداد تأكدا بأنك أنت المسيح الدجال. فأنت لما تكون عايش وشايف أن الفاسد ده عمال يطلع في الدنيا، وفي بعض الناس من ضعاف الإيمان بيقولوا كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا أيام قارون ربنا سبحانه وتعالى آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فلوس لا تعد ولا تحصى. وفي يوم من الأيام خرج على قومه في زينته، طلع بالأبهة بتاعته بالموكب بتاعه بزينة الدنيا التي أعطاه الله عز وجل إياها. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا أدي الناس اللي عايشة، والله ده احنا عايشينه. لما تشوف ناس من الفسدة راكب أعلى موديل في العربيات، شايل أعلى موديل في التليفونات، ساكن في أرقى مكان، وانت متأكد ان حياته غلط. في ناس بتقول ايه؟ ادي الناس اللي ايه؟ ادي الناس اللي عايشة. هي عايشة، بس عايشة أسوأ عيشة، والله عايشة أسوأ عيشة. قال كما قال من رأى قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ليه؟ إنه لذو حظ عظيم. ده ربنا راضي عنه، ده اللي واخد فيلا مش عارف بكام ده وركب عربية مش عارف ايه، وانت عارف ان هو فاسد، هو بيظن ان ده كده ايه ربنا راضي عنه. فهؤلاء الذين أرادوا الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بس أهل الإيمان وأهل العلم وأهل البصيرة نبهوهم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. بعدها على طول فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الجماعة اللي كانوا من شوية بيقولوا ايه يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وشايفين ان هو كده ده الناس اللي عايشة ومش عارف ايه، لما شافوا قارون اتخسف فيه ومفيش حد أنقذه، ولا فلوسه أنقذته، ولا منصبه ولا موكبه ولا معارفه ولا أي شيء أنقذه. وقال الذين تمنوا مكانه بالأمس، كانوا امبارح بيقولوا ايه ادي الناس اللي عايشه، يا ريت بس الواحد يعيش زيهم، يا ريت اكون زي قارون، ده حظه ايه عالي. وقال الذين تمنوا مكانه بالامس ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الحتة دي عجيبة جدا. هم هنا اعتبروا ان منع ربنا الدنيا عنهم منا من الله، لأنهم قالوا ايه لولا أن من الله علينا. هو ربنا من عليهم بايه؟ انما خليهمش زي قارون. شوف فلان اللي بيقول ده ايه يا ادي الناس اللي عايشة، وهو فقير لا يجد ما يطعم به أهل بيته، فاكر ان الناس دول هم اللي عايشين. لما يلقى الله سبحانه وتعالى ويرى حساب أولئك الفسدة عند الله سبحانه وتعالى هيقول ده احنا ربنا رحمنا في الدنيا، احنا في الدنيا كنا خايبين، كنا عاوزين نعيش هذه المعيشة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فهيعتبروا ان ربنا سبحانه وتعالى لما معيشهمش كده دي كانت منا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين تمنوا أن يكونوا مثل قارون قالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا. اعتبروا ان ربنا لما منع عنهم الدنيا اعتبروا ان ديت منا من الله سبحانه وتعالى. فانت وانت عايش كده لما تشوف الفاسدين والدنيا تجري في أيديهم لا تنخدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة، ده لابد أنه يحصل، حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع.
الفاسد اللئيم الخسيس، ده هيكون أكتر واحد معاه فلوس، فما تنخدعش ولا تتمنى أن تكون مثله. واعلم أن منع الله عز وجل لك الدنيا، أو منع الله عز وجل عنك الدنيا، هو تمام العطاء وتمام النعمة. لذلك كان شيبان الراعي يقول لسفيان الثوري: يا سفيان، عد منع الله لك عطاء، فإنه لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا. لما ربنا يمنع عنك شيء من الدنيا، هذا المنع من تمام لطفه سبحانه وتعالى، بل هذا المنع في حقيقته إعطاء لك. طب أعطاك إيه؟ أعطاك العافية، عافاك من الإيه؟ من البلاء، عافاك من الشر. أنت ممكن ربنا يعطيك الدنيا فتطغى بها وتتجبر، ممكن تكون زي قارون، ممكن تكون أسوأ حال من إيه؟ من قارون. طب إيه فرحتك؟ إيه يعني إيه اللي كسبته لما ربنا يعطيك الدنيا ويتبدل حالك إلى الأسوأ؟ كسبت الشيء، أنت خسرت. فلما ربنا يمنع عنك شيء من الدنيا، هذا المنع في حقيقته هو عطاء. عطاء ليه؟ عطاء بالعافية، أعطاك الله العافية. منع عنك الدنيا لأن في إعطائها لك الشر، لذلك منعها عنك. فلما منعها عنك كأنه أعطاك العافية والمعافاة. فسبحان الله العظيم، الإنسان وهو عايش كده يتأمل أحوال الناس، يرضى بما قسمه الله له مع الأخذ بالأسباب وطلب الحلال الرزق الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. لكن خلي دايما أمام عينك الحديث ده، إن طول ما أنت داخل على الساعة، أكتر ناس هتكون مبسوطة يعني وعندها ثراء وعندها استمتاع بالأموال وبالدنيا عموما هم أفسد الناس. يعني النسبة هتبدأ تقل. أهل الصلاح وأهل الخير ترى الدنيا تقل في أيديهم، وأهل الفساد وأهل الشر والأخلاق الرذيلة وأهل الفساد دولة الدنيا تزيد في أيديهم. دي النسبة ديت طول ما أنت داخل على الساعة، النسبة بتاعت الصالحين أو أموال الصالحين في أيديهم تقل، وأموال أهل الفساد تزيد فين؟ في أيديهم. دي من علامات الساعة. وتفضل هكذا، تفضل هكذا لغاية لما يذهب الصالحون. يا سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الصالحون أولا بأول. يعني إيه؟ يعني بيموت الصالحين أول بأول. دي من علامات الساعة. اللي يحصل إن أهل الصلاح يموتوا، عدد الصالحين يقل. طب لما عدد الصالحين يقل، إيه اللي بيقل؟ ما الذي سيبقى؟ الفسدة. ودي مشكلة. طول ما أنت عايش تجد أهل الصلاح يقلون. ما أهل الصلاح لما يقلوا الأمر نسبي، أهل الفساد هيزيدوا. أو طول ما أنت ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك يقول: يفنى الصالحون أولا بأول. يقول: حتى لا يبقى إلا حثالة من الناس. حثالة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبالي الله بهم بالا، ليس لهم قدر عند الله. وفي رواية: حتى لا يبقى إلا نخالة من الناس. النخالة اللي عارف أنت لما تنخل أي شيء، أي حبوب، أنت بتنخلها ليه؟ علشان تفرز الجيد من الرديء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى لا يبقى إلا نخالة من الناس. يعني إيه؟ ناس ما لهاش أي قدر عند الله، لا يبالي الله بهم بالا. يعني طول ما أنت داخل على الساعة، من علامات الساعة الصالحين يموتوا أولا بأول، لأن الساعة مش هتقوم إلا على شرار الخلق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، والعياذ بالله. وفي الرواية الأخرى التي معنا أيضا ذكرناها قبل قليل: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. أنت متخيل نسبة الشر دي عاملة إزاي؟ يعني المجموعة اللي هتقوم عليها الساعة من البشر لا يذكرون حتى لفظ الجلالة الله. لا أقول لك عندهم معاصي وذنوب، ده حتى ذكر لفظ الجلالة لا يذكر. أنت متخيل الفساد اللي فيهم هيكون عامل إزاي؟ في بعض الروايات التي سبقت معنا: حتى لا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر في الطرقات. من كتر ما هم على حال سيئة، يجامع الرجل المرأة في الطريق على مرأة ومسمع من الناس، عادي عندهم الكلام ده. وهذه إرهاصات بدأت إيه؟ بدأت تبدأ يعني بعض الناس
من أصدقائنا بره مصر يعني في أوروبا وأمريكا بيقول إن ده أمر واقع في الشارع، إن ممكن تجد إنسان بيفعل الفاحشة مع حد في الشارع، ده واقع. سبحان الله، يتهارجون كتهارج الحمر، هذا لا يفعله إلا الحيوانات، لأن الحيوانات لا تعقل ما تفعل. تجد الذكر ينزو على الأنثى لا يبالي بمن يراه. ده فين ده في الحيوانات. فهم حاليا نزلوا من رتبة الآدمية إلى رتبة إلى رتبة الحيوانات. هذه ليست مزية للغرب، هذا يدل على خساستهم. والله في بعض الناس بينبهر يقول الحرية عند الغرب. حرية إيه؟ هذه الحرية جعلتهم أسوأ حالا من الأنعام. قال سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا يا سلام على القرآن، والله يا أخي القرآن ده ربنا لا يحرمنا منه. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. شفت التشبيه؟ يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، بس في الحقيقة هم أسوأ من الأنعام. عارف ليه؟ لأن الله أعطاهم عقل ليس عند الأنعام، لأن الله عز وجل أرسل إليهم رسل تبلغهم تبشرهم تنذرهم، ومع ذلك لم يستجيبوا. لذلك قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. عارف ليه أضل؟ للإمكانيات اللي ربنا اداها لهم دي، ومع ذلك مصرين يعيشوا عيشة البهائم والعياذ بالله. سبحان الله، يبقى دول أسوأ حال. لما ربنا يعطيك الإمكانيات والقدرات التي تكرم بها نفسك ومع ذلك تأبى إلا أن تعيش في أراذل الأخلاق، فهذا لا شك أسوأ حال من الأنعام التي لا تدري أو لا تعقل ما تفعل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهي إرهاصات بدأت، لأن بعض الناس ممكن ما يكونش متصور الناس اللي هتقوم عليهم الساعة دول، لا تصور الإرهاصات بدأت في الحياة اللي احنا عايشين فيها دي. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ليه؟ لأن اللي هيحصل شيء عجيب وشيء صعب. هتأتيهم الصعقة، هذه الصعقة التي سينفخ فيها سيدنا إسرافيل في الصور أي في البوق، وسيأتي الكلام عنه أظن في اللقاء القادم. هذه الصعقة صعقة الموت دي أمر لا يحتمل، لذلك الكل سيموت. فهذه القيامة التي ستقوم كده النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عرفك إن علامات الساعة حصلت، علامات الساعة الكبرى، وبعد كده خلصنا العلامات. الناس هتبدأ تتصفى. المؤمنون ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل سيرسل ريح طيبة تقبض أرواحهم، ما عادش هيفضل إلا شرار الخلق. شرار الخلق هؤلاء تقوم عليهم الساعة. شكلهم إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. أهم دول اللي تقوم عليهم الساعة، دول اللي هيأتي عليهم نفخة الصعق التي إن قدر الله عز وجل البقاء واللقاء الأسبوع القادم نتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية، والحمد لله رب العالمين.